السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا صينية كابوريا ما شاء الله جميلة جدا وطريقتها سهلة. اهم حاجة نغسلها كويس. انا عندي فيديو على القناة ازاي ننضف الكابوريا. طبعا طريقة تنظيفها سهلة جدا. بنجيب مية وبنحط عليها ليمون، بسيبها في المية ربع ساعة بتتنضف معانا كويس وبتنزل رملتها. بعد كده بصفيها من المية. عندي فرشة مخصصة للأسماك، بغسلها كويس جدا بالفرشة. بعد كده بحطها في مصفى تصفي ميتها تماما. بكده بتكون الكابوريا جاهزة معانا للطبخ ما شاء الله نظيفة وجميلة. ده كيلو من الكابوريا. معايا 3 فصوص ثوم مهروسين، معانا التوابل كمون كزبرة رشة شطة ملح فلفل اسود وليمون، ومعانا تشكيلة من الخضار. معانا كزبرة بصل فلفل رومي على فلفل حامي فلفل الوان، ومعانا طماطم. طبعا الفلفل الحامي ده اختياري لو مش حابين تضيفوه. هنبتدي نحضر احلى تتبيلة. هنزل كده ب3 فصوص من الثوم المهروس، عليهم تشكيلة من الخضار كزبرة وبصل وفلفل رومي فلفل الوان وطماطم وفلفل حامي. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا معانا التوابل الاساسيه: الكمون الكزبره رشه شطه ملح فلفل اسود، وعصير ليمونتين. ممكن اضيف معلقه خل لو متوفر، انا استكفيت بالليمون. هنعصر كده عليهم ليمونتين. حابب انسوش اللايك والاشتراك في القناه. بشكر كل حبايب متابعيني على كومنتاتكم ولايكاتكم الجميله. تسلمولي حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. نزلنا كده بعصير الليمون. هنقلب باحلى تتبيله، نقلبها كويس بالشكل ده. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 200. طبعا ما تاخدش وقت في التسويه، ربع ساعه تلت ساعه بالكتير، لانها بتستوي بسرعه جدا. هننزل كده ب3 معالق من التتبيله بتاعتنا في الصينيه، وهننزل عليها بمعلقتين من الزيت. نزلنا كده بمعلقتين من الزيت. هنبتدي ننزل بالكابوريا ما شاء الله ونرصها كويس في الصينيه. هي طبعا ليها كذا طريقه في الطبخ، الطريقه دي جميله جدا جدا. ونرصها بالشكل ده. زي ما قلت لكم اهم حاجه نغسلها كويس ونصفيها من الميه. دايما كده بحب اضيف ليمون. رصيناها بالشكل ده. هنبتدي ننزل على بقيه التتبيله. ريحه التتبيله جميله جدا جدا مع التوابل والثوم والليمون ما شاء الله. نزلنا كده بالتتبيله بتاعتنا كلها. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من الزيت. عشاق الاكلات البحريه، الجمبري والكابوريا والسبيط والاكلات الجميله. خلاص كده الصينيه جاهزه معانا. هنحطها في الفرن زي ما قلت لكم، متاخدش وقت جدا. خلصت معانا احلى صينيه. اتمنى الطريقه تعجبكم، تكون سهله وبسيطه وسريعه جدا. في نص ساعه بتخلص معانا. حابب انسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويا رب اللي يجربها بالف هنا وشفا. هستنى رايكم في الكومنتات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.